السلام عليكم على احلى مشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. هنعمل مع بعض النهارده الفطير المشلتت بطريقه سهله جدا، ومش هنعمل طبقات كتير، هنعمله خفيف كده وحلو قوي، ويعتبر كده زي العيش زي ما بيقولوا. يعني هتحسيه معاكي خفيف وكأنك ماسكه رغيف عيش. وطريقته سهلة جدا، وهنعمل طريقة الفرد بتاعته حلوة قوي قوي. يعني اي حد مبتدئ ممكن يعملها، يعني مش هياخد منك اي وقت خالص. يلا بقى بينا نخش على الطريقة. معايا هنا اول حاجة 7 كوبايات من الدقيق. استخدمت 7 كوبايات دقيق، يعني حوالي 700 جرام. الكوباية دي بتشيل معايا 100 جرام من الدقيق، يعني استخدمت هنا 700 جرام من الدقيق. تمام. طبعا اهم حاجة في المعجنات او الفطير المشلتت ان احنا ننخل الدقيق كويس عشان يديني نتيجة حلوة. اول حاجة هنا بعد ما نخلت الدقيق هبدأ بقى احط عليه 3 معالق كبار من السكر، وهحط معلقة صغيرة من الملح. تمام. هقلب بقى المكونات كويس قوي، السكر مع الملح مع الدقيق، وهنزل بقى بيهم في هنزل بالمية لحد لما العجينة تبقى بتلزق معاكي كده. تمام، لان عجينة الفطير لازم تبقى بتلزق معاكي. هنزل بقى معايا كوبايتين كبار من المية، وهعجن، ولو احتجت بزود شوية شوية. تمام. هقلب بقى، حطيت كوبايتين من المية، هقلبهم كويس قوي لحد لما الدقيق كده يختفي في المية. وبعد كده هبدأ ألم العجينة بإيديا. طبعا العجينة هنا لسه هتحتاج معايا مية، حطيت ربع كوباية من المية وهعجن. لو احتجت بنزود معلقة بمعلقة لحد لما تلاقي العجينة بتلزق في ايدك، هي كده خلاص مش هتحتاج مني اي حاجة تاني. حطيت ربع كوباية مية كده، خلاص بقت مظبوطة معايا. شايفين التلزقة دي؟ هي دي المطلوبة في اي فطير مشلتت، لازم التلزقة دي تبقى موجودة. طيب انا بقى هتخلص من التلزقة دي ازاي؟ ان انا هحط حوالي كده معلقتين او 3 من الزيت اهم. معلقتين بس من الزيت عشان هلم بيهم بس العجينة. تمام، من على الوش كده عشان الم العجينه، وهحوش اي طبعا عجين ماسك في ايدي هتخلص منه بالزيت. بس هلم بقى العجينه وهسيبها ترتاح لمده نص ساعه. اهم حاجه ان احنا نسيبها ترتاح على الاقل نص ساعه. هغطي بقى العجينه بغطا كده وهسيبها بقى ترتاح نص ساعه، وبعد كده هرجع لها. هبدأ ان انا هقطعها بقى زي ما انا عايزة. ممكن اقطعهم 4 كور 5، زي ما انتي عايزة بالحجم الفطيرة اللي انتي عايزاه. تمام، انا قطعتهم كده حوالي 6 كور. هاجي بقى هنا بعد ما كورتهم، هبدأ كده من على الوش كده هدهن بيه سمنة. انا هنا خلطة السمنة مع الزيت عشان استخدمها في الفرد. بدهن الوش كده عشان ما يعملش اي قشرة وتنشف معايا. تمام. وهجيب برضو اي كيس كده عندك، اي كيس، واحط الكيس عليه عشان برضو ما تنشفش. هبدأ بقى هدهن الرخامة عندي بالسمن مع الزيت. انا بخلط معايا كوباية من الزيت على كوباية من السمنة، وببدأ ان انا افرد بيها. تمام. هبدأ بقى هفرد كده بالنشابة، بتتفرد معاكي بكل سهولة اهي زي ما انتم شايفين. كمان كل ما العجينه ما بتريح، كل ما لو سبتي العجينه بعد ما كورناها كور كده تريح. كمان انا سبتها ريحت 10 دقايق 5 دقايق كمان. لو سبناها ريحت 5 او 10 دقايق بتتفرد معاكي بسهوله. هبدا بقى ان انا هفرد لحد لما الاقي كده العجينه الرخامه بتبان معايا من العجينه، والعجينه بقت شفافه. تمام. بعد ما فردتها كده النص، هبدا بقى بايديا بقى وهبدا هكمل فرد. هنا هحط شوية من السمنة، وهبدأ ان انا هفرد شوية بايديا، وبعد كده هبدأ ادخل الهواء في العجينة زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي بطريقة. بشد العجينة كده وادخل فيها هواء عشان تمط معايا بسهولة. تمام. الطريقة دي سهلة جدا لأي حد مبتدئ. اهو هبدأ كده ادخل الهواء زي ما انتم شايفين كده من كل حرف شوية، وهمط العجينة معايا لبره بالراحة خالص. هدخل هواء وهي هتلاقيها بتتفرد معاكي بسهولة خالص. واحنا بندخل الهواء كده
هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهولة. تمام. طريقة الفرد دي سهلة قوي قوي قوي، وممكن تعمليها لو انت لسه مبتدئة. كده خلاص بقى اهو فردتها اهو خلاص. هبدأ احط كمان شوية من السمنة، وهبدأ بقى اطبقها 4 ترباع. هطبقها على 4 مرات من كل جنب مرة. تمام. وكل ما اطبق جنب هحط عليه شوية من السمنة، يعني هطبق الجنب ده كده هحط عليه شوية من السمنة، هطبق برضو الجنب اللي قصاده اهو، وهحط عليه شوية من السمنة، وبعدين هاخد الجنبين اللي من على الجنب اهو. تمام. شايفين الطريقة دي سهلة جدا جدا. بعد ما هطبقها بقى كده هحط شوية من السمن، وهاخد كل حرف باللي قصاده، الحرف ده على اللي قصاده والحرف ده على اللي قصاده زي ما انتم شايفين كده معايا. بس خلاص كده خلصت بقى معايا. احط بقى عليها شوية سمنة وهسيبها بقى ترتاح لمدة 10 دقايق كمان. احطها في صينية وهسيبها ترتاح. هفرد معاكم تاني واحدة برضو عشان يبقى الطريقة واضحة معاكم، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. هفردها اهو بالنشابة الاول، وهرش شوية من السمنة، وبعدين هبدأ ادخل بقى هوا. هدخل الهوا عشان الهوا ده هو اللي هيفردها معاكي. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده معايا. هرش بقى شوية من السمنة. ابدأ بقى ان انا هطبق من كل جنب. لو حتة اتقطعت منك مش مشكلة، بتبقى حاجة بسيطة ما بتبانش معاكي خالص. هطبق بقى كده زي ما انتم شايفين اهو، كل جنب باللي قصاده. هطبق الجنبين التانيين. هاخد بقى احط شويه سمنه، وهاخد كل بوز كده باللي قصاده على طول. خلاص كده بقت جاهزه. بسيبها بقى مطبقه كده ترتاح لمده 10 دقايق. بعد ال10 دقايق بجيب صينيه على نار هاديه خالص، على النار على البوتاجاز نار هاديه، بوطي النار خالص زي ما انتم شايفين كده معايا. وببدا افردها بالراحه خالص، ما تدوسي عليها بالجامد، بفردها بالراحه. هفردها حاجه بسيطه على فكره. ممكن ما نفردهاش، نسيبها مطبقه زي ما هي كده وبنسويها. وممكن نفردها حاجة بسيطة خالص، وممكن نفردها زي ما انا فردتها كده، يعني فردتها على قد ما اقدر، ما نفردهاش كتير. تمام. مجرد بس ما تتفرد معاكي حاجة بسيطة خلاص بتبدأي بقى تسويها. بعد ما فردتها ببدأ اسويها على النار. اول ما بتاخد بس تتشمع من تحت هبدأ هقلبها. وبعد ما تتشمع من الناحية التانية بقلبها على 4 مرات. تمام. هقلبها بقى على الجنب التاني تاخد السوا. تمام. وبعد كده تلاقيها كمان بتتنفخ معاكي نفخة بسيطة كده، واحنا بنسويها تلاقيها بتتنفخ معاكي كده. اتشمعت من الناحية التانية، هبدأ بقى هسيبها تستوي على الناحية دي، وبعد كده هقلبها تستوي على الناحية التانية، وخلاص كده بقت جاهزة معايا. وما بتاخدش عايزة اقولك وقت خالص، وبتبقى طرية وحلوة قوي. احسن من ندخلها الفرن. لما بتدخليها الفرن بتنشف معاكي شوية، تبقى مقرمشة شوية. انما الطريقة دي بتخلي الفطير معاكي بيبقى طري وحلو قوي. تمام. بعد ما اخدت لون من الجنب ده خلاص كده خلصت معايا. هسوي بقى هعمل على صينيتين، يعني صينيه اسوي فيها وصينيه افرد فيها واسيبها ترتاح. تمام. وهبدل بين الصينيتين لحد لما اخلص الكميه كلها. وده بعد بقى ما خلصتها سبتها حوالي كده، بغطيها بفوطه وبسيبها حوالي 10 دقايق تهدى وبغطيهم. وبعد كده ببدأ بقى استخدمهم، بقى طعمها روعه روعه. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.